ايوه يا عمرو. شيخنا الشيخ طلعت، السلام عليكم. اهلا بيك مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ احمد الله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله، نسأل الله أن يبارك فيكم يا شيخ وأن يتم اكرمك شكركم على الله. الخير. امين، بارك الله فيك يا عمرو. نسجل إن شاء الله يا شيخ. عادي عادي. شيخنا أنا كنت كتبت على صفحتي على الفيسبوك الكلام نقلته بإسناد عن فضيلتك عن الشيخ عبد الرحمن القاضي، أنه قال بعض الكلام عن في أمر محمود الخولي، وأن كان هناك مادة مسجلة ولكن قدر الله عز وجل أنها ضاعت يعني من عند فضيلتك. نعم، حصل. ففضيلتك يعني لو تذكر بعض ما قاله الشيخ عبد الرحمن القاضي هو في جلسة خاصة من أسبوعين كنت جالس مع عبد الرحمن القاضي. تعرف أن عبد الرحمن القاضي له صلة بي من جهة النسب. نعم. فتكلمنا في شأن محمود الخولي. قلت له أنت ليه بتذهب إلى مركز بدر؟ هناك محمود الخولي، وأنت عارف محمود الخولي وكلام أهل العلم فيه، خصوصا كلام الشيخ رسلان وكلام الشيخ علي عبد العزيز وكلام حتى الشيخ هشام البيلي حفظه الله. قال أنا ماليش دعوة بيه، هو الراجل بيحضر عندي يوم السبت وخلاص، وأي مشكلة أنتوا حلوها معانا، ماليش دعوة. فقال لي طيب أنا أريد أن أقول كلاما ويسجل، فسجلت له أنا الكلام. قال إن أنا لا أذهب إلى مركز بدر إلا مشترطا ألا يحضر محمود الخولي أبدا. وأنا محمود الخولي نصحته ولكن هو كذاب ويخلف الوعد. اتفق معي في أن محمود الخولي كذاب يخلف الوعد. وبالتالي اشترط عليهم أنه كلما ذهب هو يذهب إلى هناك بانتظام. اشترط عليهم الشيخ عبد الرحمن القاضي أن كلما ذهب إليهم لا يوجد محمود الخولي بالمرة هناك. شيخنا هذا كلام محمود الخولي كان دوما يستشهد بالشيخ عبد الرحمن القاضي. طيب الآن أنا عبد الرحمن القاضي على مسؤوليتي عن هذا الكلام إلى جانب رقمه طبعا معاك واتصل بي سيقول لك أكثر مما قلت، إنما أنا أتحفظ وأذكر فقط خلاصة ما قال. أما إذا اتصلت به فسيشهد معك في أكثر مما ذكرت لك. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. شيخنا وأنا بتوع مركز بدر بقى لهم هذا ما كنت سأسأل فضيلتك عنه، يعني الشرط اللي فضيلتك أيضا اشترطته على طلاب مركز بدر كي تذهب إليهم مدرسا. ما أنا الأول خالص قلت لهم أنتم تدعونني لابد من إذن الشيخ علي عبد العزيز موسى. نعم. وده أمر مستفيض يعلمه الشيخ علي والناس كلها تعلم. فهم قالوا طيب احنا جبنا لك إذن من الشيخ علي عبد العزيز موسى. فقلت طيب ما يحضرش محمود الخولي. نعم. وإلى الآن أنا لم أذهب. والشيخ عبود يدبر معهم لقاء لي قريب يوم الجمعة بعد القادمة بشرط ألا يكون محمود الخولي موجودا في مركز بدر بالكلية. نعم. مش موجود في الدرس، مش موجود في البلد نفسها. نعم. والله شفنا هذا الولد يعني سبب فتنة، ونسأل الله يعني أن يهديه. أنا والله شايف فيه إن هو لو انصرف إلى العلم الشرعي واتقى الله عز وجل وتاب إلى الله تبارك وتعالى ولم يشغل نفسه بالبحث وراء عالم كبير كالشيخ رسلان حفظه الله، ولا يبحث وراء عبد الله رسلان ولا أي أحد، وينشغل هو بنفسه وبطلب العلم وبالسعي والدراسة والتحصيل، سيكون له شأن. لكن أن يبقى هكذا مثيرا للفتن ويكذب ويخلف الوعود ويتسقط أي شيء يمكن أن يكون فيه شبهة طعن في الشيخ رسلان أو في غيره من المشايخ أو طعن في الشيخ علي عبد العزيز موسى، فأرى أنه بذلك لن يفلح. نعم. نسأل الله أن يحفظكم يا شيخ وأن يثبتنا وإياكم على الحق والسنة حتى نلقى وجهه الكريم. بارك الله فيك يا عمرو. بارك الله فيكم. تأمرنا بأي شيء؟ سلم على أخي وحبيبي الشيخ رسلان وعلى ولدي عبد الله رسلان وعليكم جميعا. إن شاء الله شيخ، مسلمكم الله يا شيخ. كرمك الله، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.